بعد ما اتكلمت على إمام خالد عبد الفتاح، فمش عارف اللعيبة النهاردة اللي كان بيحصل لهم زي ما قلت برضو في ظروف اللي أنا اتكلمت عليها، الرطوبة عالية، اللعيبة مش قادرة. بس أنا عندي مشكلة مع كولر. إيه فكرة إن هو استنى على وسام أبو علي وإمام عاشور لحد الوقت ده؟ يعني إمام كمل أصلا. إيه فكرة إن هو استنى على وسام أبو علي لحد الدقيقة 90 عشان خاطر يبدله؟ يعني الاتنين مش قادرين يجروا، وسام عمل اللي عليه وجري كتير، امام عاشور بيجري وبان مثلا من الدقيقه 70 75 ان هو خلاص استكفى. ليه تخليه يكمل الماتش؟ جاب جون حلو وجاب الهاتريك، يعني اقصد جاب جون بعد فتره اللي هو خلاص ما كانش قادر فيها. استنى عليه ليه؟ يعني كولر ليه ممكن ابدل اتنين تبديلات وانا كسبان 2-1 بره في الدقيقه 90؟ يعني انت عايز ده هلك للعيبه، ولا ده عشان تقول لهم ان انا ما عنديش لعيبه؟ يعني انت مستني الصفقات، ولا ده ايه سببه ايه؟ دي نقطه. في نقطة تانية بقى، اللعيبة. يعني أنا بفكر إن أنا محتاج أقيم اللعيبة بعيدا عن زي وسام ورامي وياسر، عشان ياسر غلطته دي كارثة بتاعت الجون، يعني دي مشكلة. هو كان بيفكر في إن هو مش واثق في خالد عبد الفتاح، بيفكر إن هو الكرة كانت هتتباصى. أيا كان تفكيره إيه، دي مشكلة. يعني مثلا لو هو طول الماتش ما جاتش عليه كور، او ما فيش كور صعبه في الدفاع، فكان ممكن ياخد مثلا 8. اللقطه دي ممكن توصل له 6 كتقييم. تعالى بقى اليمين والشمال، باك وجناح. ابيض مفيش كوره باستثناء امام. حسين الشحات مفيش كوره. حسين الشحات هو شايف ان هو لازم يلعب شمال عشان ياخد الكوره ويعمل فيها اللقطه بتاعت الار 2 وخلصت. كرة تخبط في الدفاع، كرة تبقى سهله للجون يصدها، ايا كان هو خلاص هو حافظ الطريقه دي ما بيعملش غيرها. طب مجهودك فين؟ ولا اي حاجه. هي دي اللي انا هعملها. مستنيين مني؟ تمام. مش مستنيين؟ خلاص هو ده اللي موجود. انا مش عارف. طبعا خالد عبد الفتاح وكريم الدبيس مش، انا مش محتاج اتكلم عليهم. يعني انا المفروض ده باك حلو يا معلم. كريم الدبيس انت لو افترضنا ان انت بتدافع كويس، انت باك شمال. يعني انا محتاج منك عرضيات، انت ما فيش ولا عرضيه صح. المفروض ايه اللي يحصل؟ بقى لنا فتره بقى نص ملعب الاهلي. ايوه فين نص ملعب الاهلي؟ ولا اي حاجه. مروان عطيه بيلعب ماتش وماتش، ماتش تلاقيه تمام، ماتش تلاقيه مش تمام. تلاقي فجاه كولر راح مطلعه بره وراح منزل حد تاني. يعني اجهاد يعني، تمام ماشي. يعني لو افترضنا ان هو اجهاد، طب فين كوكا؟ كوكا بقى له فتره ضايع. النهارده لما اتحط باك شمال سبحان الله، يعني هو دفاعيا كويس بس ما فيش برضه عرضيات، ما اختلفناش. فاللي هو مش فاهم يعني احنا محتاجين 10 لعيبه او 9 لعيبه تاني مع وسام ومع امام، ولا الدنيا هتمشي ازاي؟ عشان انا مش هتكلم عليه عشان انا عندي مشاكل شخصيه معاه. فتمام، يعني هو النهارده طلع له كورتين وخلاص كده خلصت. يعني عندي مشاكل ليها علاقه بطريقته في التعامل مع اللعيبه وطريقته في التعامل مع الجمهور اصلا. الندفيد ده لسه ليه مكمل في الاهلي؟ ده قريب حد طب في النادي؟ انا مش فاهم. انا اللقطه دي مش فاهمها. يعني ده بينزل بيتزحلق في الملعب، ما تفهمش عنده مشاكل ايه او هو اصلا مكمل ليه. هو مثلا اللعيب لو احنا عندنا 5 نص ملعب، هو اللعيب السابع في الترتيب بتاعه. يعني مش عارف هيفضل مكمل في النادي لحد امتى. واكرم، حتى اكرم النهارده قبل الماتش هو في التشكيل، فجاه هو تعبان. هنقول ان هو زي ما هو اتقال ان هو الراجل عنده شد وخلاص تعبان. يعني تمام. اكرم اصلا بقاله فتره ما فيش. بيتحط باك يمين ما بيلعبش، بيتحط نص ملعب ما بيلعبش. والله لو حطيته اي حته ما بيلعبش. هو خلاص الراجل مركز ان هو جاله عرض او عروض بره مصر، فتمام هو مركز في القصه دي. هو عايز يمشي. ده الكلام اللي موجود، يعني مش جايبه من بيتنا. فخلاص هو خد الفكره دي وتمام. استكفينا على كده.